اسمع معايا الصوت ده وارجع لي تاني. وده واحد من اكتر الاصوات المستفزه اللي ممكن تسمعها خارجه من عربيتك، ومش هتسمع الصوت ده الا الساعه 12 واحده بالليل. الصوت ده اذا سمعته في عربيتك وانت بتدوس على بدلة الفرامل في عربيتك 95% له سببين: اما انه التيل بتاع الفرامل مبوش جوه الخزنه او جوه الكاليبر بسبب ان السوست اللي المفروض انها بتمسك تيل الفرامل جوه الخزنه، السوست دي ضعفت او اتكسرت او اتقطمت او ايا كان، او حتى وقعت خالص من مكانها، فبالتالي التيل بقى بيبوش جوه الخزنه. فحضرتك لما بتيجي تدوس على بدلة الفرامل بتسمع صوت حاجه معدن بتخبط في بعضها. الحاجه الثانيه او السبب الثاني، الكاليبر نفسه، الجلبه بتاعته او المسمار اللي بالجلبه اللي هو بيمسك خزنه الفرامل، المفروض انه الجلبه دي لو اتاكلت او ضعفت حاجه من اتنين: يا اما ان احنا بنعمل لها حشوه، ده في حاله ان الجلبه دي مش موجوده جديد. طب لو موجوده جديد بنغيرها. طيب لما الجلبه دي بتضعف او بتتاكل او ايا كان، الخزنه نفسها هتيجي تمسك الخزنه نفسها، تلاقي الخزنه نفسها مبوشه، الخزنه نفسها بتروح وتيجي. فنفس الكلام برضو حضرتك لما تيجي تدوس فرامل، الخزنه دي اول ما البستم بتاعها بيتحرك تقوم الخزنه متحركه في مكانها، فحضرتك تسمع صوت الخبطه الرخمه اللي هي الخبطه المعدن دي. فاذا سمعت الصوت ده ما تروحش بقى تراجع على جلب، ولا تروح تراجع بقى على مساعدين ولا تياش ميزان. هي القصه كلها يا اما السوست بتاعت التيل محتاجه انها تتغير، يا اما انه في مشكله في الخزنه انه الجلب بتاعتها بوشت، فيا اما تعمل لها حشوه يا اما تغيرها. بس على كده، سلام عليكم.